بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هنتكلم عن مباراة الزمالك والمريخ السوداني والتعادل السلبي 0-0 ما بين الزمالك والمريخ، وهنتكلم عن مباراة الأهلي بكرة مع الهلال السوداني والتشكيلة اللي ممكن يلعب بيها كولر في مباراة الهلال السوداني، وهنشوف توقعات ايه لمباراة الأهلي والهلال إن شاء الله. النهارده طبعا الزمالك ما ظهرش بالشكل اللي احنا كنا عايزينه. كنا عايزين الزمالك يكسب النهارده المريخ السوداني، رغم ان النهارده الاجواء كانت حلوه بالنسبه للزمالك. الزمالك بيلعب في ملعب في ليبيا، في بني غازي، في ملعب محايد، مش في السودان. كان في جماهير مصريه النهارده بتشجع الزمالك في ملعب المباراه، وفي بعض الجماهير السودانيه. يعني النهارده الامور كانت متكافئه ما بين في الظروف، يعني ما بين الزمالك والمريخ. يعني ممكن تكون كمان افضل بالنسبه للزمالك من المريخ، ان المريخ بيلعب خارج ارضه في النهايه، خارج السودان. لكن زي ما حصل وزي ما قلت لكم على تشكيله الزمالك بالظبط، مستر فيريرا لعب بيها بنسبه 100%. الكلام اللي احنا اتكلمنا فيه قبل المباراه امبارح، لعب بنفس التشكيل اللي احنا اتكلمنا فيه بنسبه 100%. لكن النهارده الزمالك ما كانش عنده انياب هجوميه، ما كانش فيه خطوره لصالح نادي الزمالك، رغم ان فريق برضو المريخ السوداني مش بالمستوى الكبير او المستوى القوي اللي هو يخوف الزمالك. النهارده المباراه كانت في متناول نادي الزمالك، ولكن الزمالك ما قدرش يهدد مرمى المريخ السوداني غير في كورتين: كوره تسديده لسيف فاروق جعفر اللي هي جت في القائم في الشوط الثاني، وكوره في الشوط الاول لسيف جعفر برضو صلحها لسيف الجزيري عند خط منطقه ال 18 وشاطها وطلعت في فوق العارضه بعيد، يعني في المدرجات. غير كده كان اللعب يعني في تعاون ما بين الفرقتين، ميس باص كتير. الزمالك كمان النهارده يعني المفروض كان الروح يبقى اكتر من كده. طبعا الزمالك في افريقيا غير الزمالك في الدوري. ما شفنا الزمالك في ماتش سموحه، الزمالك كان مميز جدا، قلنا الزمالك هيكمل المستوى ده في افريقيا. ولكن فرقه نادي الزمالك ناقصها كتير. يمكن حتى الدكه من الفرق القويه او الفرق اللي بتوصل في افريقيا وبتوصل للنهائي او بتوصل للادوار النهائيه في البطوله، بيبقى فريق متكامل عنده دكه قويه، لان الناس اللي نازله في الشوط الثاني تقدر تعمل الفارق. الزمالك ما بقاش عنده دكه بعد رحيل اللعيبه اللي احنا اتكلمنا فيها الفتره اللي فاتت. اخرهم كان امام عاشور اللي ما شاء الله جاب جول مع فريق ميتلاند الدنماركي كمان في بطوله اليورو ليج اول ما نزل مع سبورتنج لشبونه في الدوري الاوروبي. بعد رحيل امام عاشور، وبعد مش عارف مصطفى فتحي ومصطفى محمد وفرجاني ساسي وطارق حامد ولعيبه كتيره، لعيبه كتيره مشيت من نادي الزمالك، وبدا الزمالك فعلا بيتاثر. يعني النهارده حتى شيكابالا ما كانش في المستوى زي الماتش اللي فات بتاع السموح. زيزو حاول النهارده وجري كتير، ولكن ما كانش فيه فاعليه هجوميه لنادي الزمالك. فريق المريخ كمان فريق متوسط المستوى. يعني النهارده الزمالك نقدر نقول ان الزمالك بيلعب المريخ، انا شايف المريخ يعتبر اضعف فرق المجموعه. ان عندك ترجي التونسي، عندك شباب بلوزداد، عندك الزمالك. فكان النهارده المباراه الزمالك لو شد حيله اكتر كان يقدر يكسب المباراه. بس طبعا زي ما قلت لكم الدكه ما اسعفتش الزمالك، ما بقاش فيه لعيب تقيل قاعد على الدكه ينزل يعمل الفارق. يعني النهارده شفنا مصطفى شلبي ما عملش حاجه، شفنا ابراهيم انداي لما نزل ما عملش حاجه، عمر جابر بيلعب ناحيه اليمين ما تقدمش وما راحش عمل حتى كره عرضيه. فالزمالك النهارده انا بقول وخلال الفتره القادمه في افريقيا في الماتشات الصعبه الدكه طبعا مهمه جدا، لكن ما بقاش في لعيب مهم قاعد على الدكه يقدر ينزل يعمل لك الفرق. حتى زي ما اتكلمت معاكم الفتره اللي فاتت على ان فيريرا نفسه مش مقتنع ببعض اللعيبه، بس بيضطر يلعبهم. يعني هو مش مقتنع بمصطفى شلبي، مش مقتنع بسامسون ايكونولا، وما شفناش سامسون ايكونولا خالص. مش مقتنع بمصطفى الزناري، وبرضه مصطفى الزناري ما شاركش النهارده، او حتى مش في حسابات مستر فيريرا. لكن طبعا تعادل النهارده هيبقي الزمالك لسه عنده فرصه في الصعود، ولكن الفرصه بقت صعبه ان لسه لازم الزمالك يكسب بقى في مصر الترجي التونسي، ولازم يكسب المريخ السوداني، ولازم يعمل نتائج ايجابيه بره ملعبه مع الترجي ومع شباب بلوزداد. فطبعا الموضوع مش صعب، وكنت اتمنى ان الزمالك يكسب النهارده. لكن الزمالك افريقيا لا ما يقدرش يعني ينافس على بطوله افريقيا بالوضع واللعيبه اللي موجوده في نادي الزمالك دلوقتي. قلت لكم اي فريق قوي لازم يبقى عنده دكه جامده وتقدر تسعفه
في الشوط الثاني. يعني مثلا لما نشوف الاهلي هتلاقي دكته جامده، هتلاقي قفشه بيلعب، هتلاقي طاهر محمد طاهر قاعد، هتلاقي لعيبه يقدر ينزلها، شادي حسين، مش عارف محمد شريف، حسين الشحات، عبد القادر، قفش، يعني لعيبه كتير جدا، الراجل بيرسي تاو، لعيبه كتيره جدا بتقدر تعمل الفارق مع نادي الاهلي، عشان هما عنده قوام وعنده سكواد قوي. خلي بالكم الماتشات دلوقتي بتتحسم من خلال المباراه من 90 دقيقه، يعني ممكن يبقى عندك 2 3 قاعدين على الدكه ينزلوا يغيروا لك الماتش. الزمالك ما عندوش الاوبشن ده، عشان معظم اللعيبه المميزه اللي عندها كواليتي عالي خلاص رحلت عن نادي الزمالك. فالزمالك حتى اللعيبه اللي جابها، الصفقات اللي جابها، انا شايف لغايه دلوقتي ما عملتش اي اضافه. يمكن الزمالك اللي شايله ولاده حسام عبد المجيد ومحمد طارق وسيف جعفر ويوسف اسامه نبيه، اللي مش عارف ما شفتوش ليه النهارده. يمكن يوسف كمان افضل من لعيبه كتير كانت بتلعب، ما شفتش يوسف اسامه نبيه خالص النهارده في المباراه، فيريرا ما لجاش ليه. يعني نقدر نقول هارد لك للزمالك، ونتمنى ان الزمالك يكسب المباراه. وزي ما قلت لكم فريق المريخ مع احترامي ليه طبعا في المتناول، لكن الزمالك ضيع نقطتين النهارده، ولكن الكواليتي قليل في نادي الزمالك. الاهلي بكره عنده مباراه الهلال، ويمكن بكلم انا بعض الاصدقائي في الفريق يعني في النادي الاهلي، بسالهم عن التشكيل، قال لك التشكيل لسه التلت الهجومي كولر كل شويه بيغير في التدريب، لكن نص الملعب والتلت الدفاعي وحراسه المرمى ثابته. محمد الشناوي حارس مرمى، عبد المنعم ومتولي في قلب الدفاع، علي معلول ناحيه الشمال، محمد هاني ناحيه اليمين، حمدي فتحي واليو ديانج في نص الملعب. التلت الهجومي بقى، التلت الهجومي حسين الشحات وعبد القادر حاجزين مكانهم، بس في حته ناقصه بقى. هل قفشه هيبدا؟ وهل محمد شريف هيبدا ولا هيغيروا؟ هي دي الحته اللي لسه كولر ما استقرش عليها، واعتقد يعني النهارده قبل المباراه اكيد بالليل هيستقر خلاص على الاثنين اللي هيبدا بيهم. لكن هو في اثنين ناقصين ما بين محمد شريف وكهربا وبيرسي تاو في الحته بتاعت المهاجم الصريح بالنسبه للنادي الاهلي، والحته بتاعت قفشه ما بين قفشه او القندوسي، احمد القندوسي اللاعب الجزائري الجديد. كولر معجب بيه جدا، الولد كانت بدا تدريباته مع النادي الاهلي في كاس العالم للانديه، لكن طبعا ما اشتركش، انه كان موجود مع منتخب الجزائر في بطوله افريقيا المحليين، ورجع بيتمرن مع النادي الاهلي الفتره اللي فاتت. وهيتم توظيف القندوسي في مركز 8 نص الملعب، يعني في الحته اللي بيلعب فيها قفشه ويعني وحمدي فتحي، هيبقى رقم 8 انه بيدافع كويس وبيهاجم كويس وبيلعب على الجون كويس وبيعرف يجيب جون وبيعرف يعمل اسيست ومهاراته كويس. فكولر معجب جدا باحمد القندوسي، وممكن يبدا بيه المباراه. على فكره مباراه الهلال السوداني خصوصا القندوسي جاهز، هو اللي ناقصه بس الانسجام شويه مع النادي الاهلي، لكن هو جاهز. كان بيلعب في وفاق سطيف، وكان بيلعب في بطوله افريقيا المحليين مع منتخب الجزائر، فهو جاهز. وزي ما قلت لكم مستر كولر هيوظف احمد القندوسي في نص الملعب في مركز 8، يعني هيلعب مثلا باليو ديانج وقدامهم الاثنين قندوسي وحمدي فتحي، او يحط حمدي فتحي مركز 6 وقدامه الاثنين، يعني هيلعب في الحته اللي بيلعب فيها قفش، ان عنده قدرات مهاريه عاليه وبيعرف يجيب جون وبيعرف يعمل اسيست وعنده اختراقات وسريع وبيقدر يشتغل في الناحيه الهجوميه بشكل كويس جدا. توقعاتي لمباراه الاهلي والهلال، فوز الاهلي على الهلال السوداني، خصوصا ان بكره المباراه بدون جماهير الهلال مش هتكون موجوده، وبالتالي برضو انا شايف ان الكفتين مش هقول متساويه، الاهلي افضل والاهلي اقوى والاهلي جاي مستعد من كاس العالم للانديه. فالنادي الاهلي ان شاء الله يكسب الهلال السوداني 1-0 او 2-0 في مباراه بكره، وتبقى بدايه كويسه للنادي الاهلي في دور المجموعات في دوري ابطال افريقيا.